ايه اللي بتعمليه ده يا بنتي؟ بشرب في ايه؟ حرانه جدا ونفسي في حاجه كده ساقعه ومنعشه. يعني لازم تنتعشي بمشروبات غازيه مليانه سكر كتير يا ستي. ما تنتعشي بايس كوفي بسكر قليل او عسل قليل، ولا تنتعشي بليمون بسكر بسيط برضو، ولا بفاكهه طبيعيه بقى، بطيخ وشمام، الحاجات المليانه ميه كده وبتبقى طالعه من الثلاجه ساقعه ومنعشه. بقول لك ايه صحيح، حاسه بقى ان انا كرشي بيكبر مع اني مش باكل كتير اصلا والله. طب خليني اقول لك بقى ان الكان اللي بتشربيها او المج الكبير اللي بتشربيه من المشروبات الغازيه دي فيها حوالي 8 معالق سكر. ده غير بقى السكر اللي بتضيفيه على المشروبات او ممكن تكوني بتاكليه في بسكوت او كيك. تخيلي بقى كم السعرات اللي بتاخديه، ملوش اي قيمه غذائيه وبالعكس بيدخل يأذيكي كل يوم اكتر من التاني. يرفع لك مستوى سكر دمك ويوصل لنا لمقاومه انسولين وسكر نوع تاني ويزود التهابات الجسم ويرفع الضغط ويزود طبعا دهون البطن اللي بعد كده بتسبب مشاكل كتير جدا ويلخبط الكوليسترول، وكمان بيعرضنا اكتر ان احنا نصاب ببعض انواع السرطان ويزود فرص امراض القلب. والحاجات دي طبعا ما بتحصلش بين يوم وليله، ده تاثير تراكمي لكميه السكر والدقيق الابيض الكتير اللي بتاخديها. اعمل ايه بجد؟ بحس اني هموت على حاجه مسكره، بالاخص في الايام الحر قوي. ما تسيبيش بقى نفسك لهواكي، خلفيه تكسبي. ومن اول اليوم من الفطار خدي كميه بروتين كافيه، زودي الخضار بتاعك على ال3 وجبات واشربي ميه كويس جدا جدا. حتى لو مش عطشانه هتلاقي اشتياقك للسكريات قل وهدى كتير جدا. طب ما انا ممكن بقى اشرب كل المشروبات الغازيه دي بسكر دايت كل يوم براحتي عادي يعني، مش صعبه يعني. لا بقول لك ايه، انت لكاكه وما بتخلصيش كلام، الموضوع ده يطول شرحه. عندي شغل سلام. اكتبوا لنا في الكومنتس لو عايزين الجزء التاني. اكتبوا لنا كمان بتشربوا قد ايه مشروبات غازيه غنيه بالسكر في اليوم، ولا نقول في الاسبوع.